مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقات برنامج أجندة الأحداث. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنهتم بكل الأحداث وبآخر الأحداث المهمة واللي تهم كل مواطن، وغير كده كمان اللي بتهم كل الناس بشكل عام، وبالذات المشاكل اللي الناس ما بتقدرش توصل فيها الحل، أو بنعمل حلقة وصل ما بين المواطن والمسؤول، لان احنا في الاخر حلقة وصل بنكمل بعض، واحنا في الاخر هدفنا مصلحة البلد، واحنا في الاخر كلنا بنقول تحيا مصر. وعلشان كده طبعا احنا في بداية الحلقة حابب ارحب بضيوفي استاذ حمادة حسن. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بك يا فندم. ومعايا طبعا الحاج ابراهيم عثمان. اهلا وسهلا بيك. اهلا بك يا فندم. ومعايا برضو استاذ احمد حسني. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. طبعا احنا مشكلة النهاردة اللي احنا بنناقشها او بنتكلم فيها، السادة الضيوف اللي معايا النهاردة هم اصحاب محلات او بائعين في سوق المرج بشكل عام. طبعا كانوا بقالهم في المكان دوت 7 سنين منتظمين في كل حاجة. لما جه طبعا المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة زي مشروع المترو وغيره، طبعا احنا المشاريع دي احنا متأكدين وعلى يقين ان احنا كلنا مستفيدين بيها واحنا داعمين ليها 1,000,000%. ولكن كل الفكرة، وخلي بالكم حتى ضيوف النهاردة لما اتكلمنا مع بعض لقيتهم هم داعمين للموضوع جدا، ولكن هي كل القصة أو المشكلة احنا طبعا لسه هنفهمها، انه الناس ما بتبقاش عارفة بالظبط ايه الخطوات اللي جاية بعد كده. فاحنا برضو خلونا قبل اي كلام نعرف من صاحب او اهل المشكلة نفسها، نعرف منهم ايه المشكلة ونسمع آرائهم ونسمع الحاجة اللي بيمروا بيهم. نبدأ بمين بقى؟ الاستاذ اتفضل معاك يا فندم. طيب نبدأ بالأستاذ أحمد حسني. ايوه اتفضل يا فندم. طيب احكي لي بقى القصة كده من البداية، يعني كأن ده طفل صغير لسه بيتولد، احكي لي المشوار من الأول. تمام يا فندم. بدايه حضرتك ساعه الانتظار دي كانت معموله ساعه انتظار، كانت مؤجره ب 6000 جنيه في الشهر، كان مؤجرها الحي. يعني بص احنا خلينا في البداية كده نوضح ان دي ساحة انتظار. واحنا تمام. موقعها فين؟ قدام محطة مترو المرج الجديدة. تمام. طيب احنا بص خلينا نتكلم بدون اسعار تمام. او قيم معينة. تمام يا فندم. تمام. فالساحة دي احنا كنا ساعتها بايعين في السوق وبايعين في الشارع، بيع كانت بترضي الحكومة وترضي ضابط البلدية، فجت الحكومة خصتنا الموقف الساحة ديت كسوق يشمل البياعين كلهم، بدل ما انا واقف في الشارع وترضي البلدية، لا عمل له سوق محترم. طيب نمسك الموضوع واحدة واحدة كده. اللي انا فهمته من حضرتك ان الحكومة مشكورة هي اللي خصصت السوق ده وقامت ببنائه او عمله للبائعين. فاهم؟ اللي سلمتونا ساعتها ارض فاضيه، الكلام ده كان في 2015. الكلام دوت من 2015 كان في شهر 5 استلمنا القطعه دي ارض فاضيه سيادتك، واحنا كنا بانشاء هذه المحلات دي على حسابنا الخاص. الحقيقه ما ساهمش معانا في اي حاجه. يعني انتوا استلمتوها ارض فاضيه؟ يعني هل الارض دي ملك الدوله ولا ملككم؟ ده الارض دي كانت ملك الدوله، دي كان تحتيها مشروع صرف صحي. تمام. سيادتك استلمنا الارض فاضيه وقمنا بانشاء المحلات دي كلها على حسابنا الخاص. جميل جدا. وساعتها كان في الاشتراطات ان هم طبقوا علينا اعلى قيمه ايجاريه كانت في السوق، اللي هو بدأت ب 300 جنيه في سنه 2015 من غير ذكر اسعار سيادتك. فانشانا السوق ده سيادتك، وفاجئنا بقى بعد سنه ان طبقوا زياده سنويه 15% زياده سنويه على كل محل. تمام. السوق ده اتخصص عمل كام 215 محل. كل محل سيادتك بيشتغل فيه من 3 ل 4 افراد، يعني بتاع 1000 فرد بيشتغل فين في السوق ده. كل فرد مع اسره، بتاع 1000 اسره بتشتغل في السوق ده بترزق منه. سيادتك التزمنا بذلك، حتى جينا ايام الكورونا سيادتك كنا ملتزمين بالدفع، الدفع كامل. لو قلنا مثلا خفضنا الايجار ولا طلبنا باي مساعده ولا اي حاجه، كنا بندفع الدفع ملتزمين بيه كاملا شهر بشهر. واللي كان بيتاخر عن الدفع كان بيتعمل له مع حجز اداري واغلاق المحل وخلافه. جينا سيادتك بعد ما كلفنا المحلات دي وانشأنا حسابنا من كهرباء ومن خشب، المهم خلافات المحل كلها بقى كلفنا على حسابنا. جه بعد ذلك ايه
اتفاجئنا ان سياده رئيس كان جه المشروع يعني بقى بدون ذكر اشخاص. جه المشروع بتاع الصرف، المشروع بتاع الدوله ده. يعني يا جدعان هنعمل مشروع، فاحنا هنحتاج جزء من السوق ده هننقله بره لحد ما تخلصوا المشروع هترجعوا مكانكم تاني. الكلام ده كان من الساده المسؤولين بتوع الحي. تمام. على خلاف الكلام هذا الكلام اتفقنا مع اخواننا البائعين صحاب المحلات واقنعناهم ان هتطلعوا بره شهر 2 3 لحد ما ينتهي المشروع، نرجع مكاننا على كلام الساده المسؤولين بتوع الحي المرج. تمام. يعني هو كان الكلام ان احنا بس هننقلكم الفتره الحاليه لحين انتهاء العمل، ترجعوا مكانكم مره ثانيه. بالظبط كده يا فندم. مظبوط. نقلنا البياعين وحطيناهم جنب المترو في سيادتك والتزمنا بيه باللي قالوا عليه. جه المشروع عايز المكان الفاضي ده وحوطه بالسور وجاب المعدات وحاليا شغال المشروع. دي اجراءات طبيعيه علشان المشروع يبداوا فيه. بالظبط كده. جينا بعديها بقى المشوار ده ما كملش بتاع 10 ايام او اسبوع. فتجينا برئيس الحي، بعت لنا المهندس بتاع الحي بيقول اخلوا بقى المشروع. اخلوا المشروع ولا الموقع؟ بقى المكيال بقى السوق. اخلوا بقى السوق. طب ازاي سيادتك انت اتفقت معانا ان هنخلي النص ده ويطلع بره؟ طيب لحد ما ينتهي المشروع. لما هنخلي لما اتقال لكم هنخلي نص السوق والنص التاني هيفضل، مظبوط؟ تمام. النص اللي تم اخلاؤه راح فين؟ جنب المترو سيادتك، جنب سور المترو. يعني وفروا لكم مكان في نفس المنطقه. تمام. يعني هم هنا لحد هذه اللحظه هم مشكورين. تمام. قائمين بدورهم، ما فيش تمام يا فندم. تمام يا فندم. فوفروا. فجينا برئيس الحي بقى بعت لنا ايه؟ اخلوا بقى السوق عشان المشروع. طب سيادتك انت قلت لنا لما اخلوا نص السوق عشان المشروع يشتغل، المشروع شغال سيادتك، وخلينا السور وقفنا مع بتاع المشروع لحد ما حول بالسور الحديد. فهمني، وقعنا معاه، واي حاجه كانت شغاله في الطريق استند شلناه، بيع شلناه وريحنا. اي حاجه حكيت انا سياده المقاول قال لا كده تمام، ونقلنا بقى للسوق جوه. طب انت دلوقتي جاي تشيل القوت، جاي بتقول لي شيل باقي السوق، طب انا هروح فين؟ انا باكل عيش وفاتح اسره. هل سؤال بس. اتفضل. طيب انتوا دلوقتي نص السوق الاولاني كان في حل اتاخد معاهم ان هم اقاموا ليهم مكان اخر او مكان ان هم يواصلوا العمل بتاعهم، ما فيش اي مشكله كبائعين في السوق او كمحلات شغاله بشكل عام. النص التاني ايه اللي تم؟ يعني اتعرض عليهم ايه، ولا قال لهم احنا هنخلي وما فيش اي حلول بديله؟ النص التاني سيادتك جمعونا بديل في مكان صحراء، مكان لا يصلح للبيع نهائي، ما ينفعش تعمل فيه اي نشاط تجاري. طب انت هتجيب لي قصر سيادتك كده وتحطوه في الصحراء، اعمل بيه القصر انا سيادتك؟ فاحنا رفضنا ذلك. انا هروح هناك ابيع لمين؟ انا بطلع كل يوم راجل ارزقي، عايز اروح اخر النهار ب 100 جنيه لعيالي، ب 150 جنيه لعيالي. يعني انت حضرتك تقصد ان المكان التاني ما يصلحش نهائي، ما يصلحش نهائي. وفي مكان تاني عند طب هو ايه ما كانش مناسب من ناحيه ايه؟ يعني من وجهه نظر حضرتك. بص، احنا هنا كبرنامج طبعا احنا دورنا بنوصل صوت المواطن بشكل عام، او بنوصل الرساله او المشكله بنعرضها. احنا عايزين نعرض المشكله دي بكل تفاصيلها بحيث ان احنا نقدر نتوصل لحل. فاحنا عايزين نعرف ايه العوامل اللي كانت المؤثره سواء سلبي او ايجابي على اي حاجه او قرار تم اتخاذه. انت حضرتك دلوقتي بتقول ان المكان دوت كان فيه مشكله. ايه هي المشكله؟ المكان ده بعيد عن السكن العمرانيه نهائي، بعد حته اسمها الصحه النفسيه في مؤسسه الذكاء، بعيد. مين هيروح يشتري مني هناك؟ انا سيادتك سوقي ده سوق خدمي بيخدم مجموعه مواقف، شغال على مجموعه من المواقف. سوق خدمي، اللي عايز تيشيرت يشتريه، عايز بنطلون يشتريه، عايز جزمه، عايز مطعم، عايز عصاره. ده سوق خدمي بيجي من المواقف. مش ينفع اشتغل بعيد اي موقف زي كده. انا باخد الموقف اللي جنبي ده كله بعيد عن اي منطقه، مش ينفع اشتغل السوق. والمكان هناك مكان مش عمراني اصلا، والمكان ما يصلحش، ما يشيلش ال 215 بياع. رحنا شفنا المكان يشيل بتاع 40 بياع 60 بياع بكتير قوي. طب يعني اول حاجه ان المكان مش عمران او مش مؤهل نهائي، سكاني، مش مؤهل نهائي للتجاره معانا. طيب الامر الثاني، المشكله الثانيه ان حضرتك قلت المساحه صغيره. لا مش مهم المساحه، المساحه مش قصتنا. لان المكان في مكان كبير ومكان فاضي، يعني نظام مكان لسه بينشأ جديد. فالمكان كبير، احنا لو اعترضنا على ان المكان صغير يقدروا يكبروه. فهي المشكله معانا مش في كده يا فندم. المشكله سعادتك ان احنا هنروح هناك نبيع لمين؟ مع ان سياده الوزير المسؤول كامل بيه الوزير لما اتسال على السوق ده وان هيروح فين، قال له هيبقى هنا في المرج، لان ده بيخدم المرج وبيخدم على المرج. ده كلام طبعا احنا اتبسطنا بيه جدا.
احنا على فكره مع المشروع ووسعنا للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وخلانا مهيئ ان المهندسين بتاعه اللي هتنفذ المشروع تشتغل براحتها وبأريحيه، ما يبقاش فيه ضرر لينا ولا ليهم. والمكان اللي عرضوا علينا ان احنا ننقل نص السوق فيه كان مكان محترم. محترم من ناحيه ايه؟ محترم من ناحيه ان احنا ما بعدناش كتير، محترم ان هو مكان ما يضرناش في اي شيء، محترم ان هو يخلي الدوله تنفذ المشروع بتاعها من غير اعاقه ليهم. لان احنا طبعا مع التطورات والكلام اللي هيحصل ده احنا مبسوطين بيه، لان احنا اهل المرج. اما يجي سعاده الوزير، طب لحظه واحده بقى، ربنا يديله الصحه، في سؤال مهم. احنا ناخد من كلام حضرتك ان النص الاولاني اللي كان في السوق من البائعين او من المحلات بشكل عام اتنقل لمكان كان كويس في الاول، تمام، ثم اتخذ قرار او طلب منكم انكم تنقلوا لمكان ثالث. النص الثاني اللي هو موجود، النص الثاني يروح في مكان غير اللي المكان الاولاني فيه، بحيث ان هم هياخدوا النص اللي طلع الاولاني، النص اللي هو اللي موجود. لما راحوا بقى زي ما هو قال لحضرتك كده، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قال لحضرتك كده احمد، ان هو نقلوهم في حته، يعني وراهم حته بعيده، فما زي ما قال لك كده ما تصلحش لاي حاجه. فاخر حاجه وصلوا ليها ان هم هيجيبونا في موقف جنب الثلاث تسعات تحت المترو، جنب في الدائري. طيب سيادتك احنا موافقين، ما عندناش اي اعتراض في اي حاجه. وقالوا له ما احنا مش اي حاجه احنا معاكم فيها، لحين ما تخلصوا مشروعكم كنت هترجعونا تاني، ما فيش مشاكل. بس سيادتك ان احنا طالبينه منك زي ما انت كنت بتدينا هنا في السوق بتاعنا وصولات، وفي عقد بيننا ما بين بعض بالالتزام كدوله ملتزمه معانا، واحنا ملتزمين بالسداد. احنا مش معترضين. هل انت هنا هتدينا نفس العقد اللي انت ملتزم معانا بيه؟ قال لك لا. طيب انت لو سبتني انا هنا هبقى مني لهيئه الطرق والكباري، وهيئه الطرق والكباري مش هتسمح لي. طيب يعني طب قول لي انا اروح فين؟ اما انت عاوز تقول لي وانا مش معترض وموافق معاك. طيب خلينا بس نفسر النقطه دي برضو للمشاهد وبرضو للجهات المعنيه. اتفضل. هنا في مشكله مهمه. اتفضل. المشكله اللي حضرتك بتحكيها او بتقولها انه انا لما كنت في المكان الاولاني اللي هو في حي المرج، مظبوط كده؟ اللي في سوق المرج، اللي في سوق المرج. تمام. انا لما كنت هناك كنت بتواصل او بتعامل بايصالات، بدفع باخد ايصالي. طب انتوا هناك كنتوا ماضيين عقود؟ في عقد كنا ماضيين عليه ساعه الاستلام. جميل جدا. صوره منه في المحافظه. فانا كنت ضامن حقي، يعني اللي هو فيما معناه ان انتوا كنتم ضامنين حقكم كعقود، معروف ان انتوا موجودين من امتى لامتى والسداد المطلوب والدنيا كلها موضحه. تمام. مظبوط. تمام كده. طيب لما تم اتخاذ قرار ان انتوا هتتنقلوا المكان تاني، تمام، هنا بقى النقطة او علامة الاستفهام زي ما حضرتك بتقول، انه ما كانش فيه امور واضحة ولا ورق واضح. ده اللي تقصده؟ الله ينور عليك. تمام كده. انت انا مش معترض. انا مش معترض. انت دلوقتي قلت لي هتيجي هنا. قلت لك انا مش معترض، بس هل انت هتتعامل معايا زي ما كنت بتتعامل معايا في السوق اللي انت مخصصه لي؟ اللي انت مخصصه لي. طيب سؤالي لحضرتك، هل انت حضرتك بتطلب توضيح صيغة او شكل التعامل، ولا بتطلب شيء في التعامل نفسه؟ انا بطلب، معلش مع احترامي لسيادتك، انا ممكن اكون انسان مش متعلم، بس اللي بفهمه بقوله. ماشي. انا عاوز حاجه، انت واقف، انا مش معترض على الحته اللي هتوقفني فيها دي في الثلاث تساعات، بس اضمن لي حقي ان ما يجيش هيئه الاول، مش المكان اللي في الاول. ايوه اللي في الموقف، مكان موقف الفيوم. هيفضوا لنا باكيه هناك، بحيث ان هيفضوا باكيه تقول الموقف بعد مننا، بحيث ان المواقف تبقى جوات مننا واحنا بره، بحيث الرجل اللي داخله تبقى مصدر اكل عيش لينا. احنا مش معترضين، بس احنا اللي طالبينه اثبات حق. يعني حاجه زي ما انا كنت بتعاملني في السوق، اللي يثبت لنا هنا. ايوه، ما انا عاوز ابقى نفس التعامل، ان انا باخد وصولات. يعني انت بالاخر حضرتك بتقول ان انا عايز ورق اعرف الجهه اللي انا بتعامل معاها، واعرف الورق، او اخد الورق اللي يضمن حقي واتعامل وانا ما عنديش مشكله في سداد او في غيره. الله يبارك لك. انا كل خوفي ان انا بعد ما انت تجيبني هنا وبعديها ما كملش شهر وتيجي هيئه الطرق والكباري تشيلني.
وفيه مشكله. وانا راجل معلش انا راجل مع احترامي لا ليك. لازم نوضح هنا بس نقطه، ان حضرتك اللي خد القرار او تواصل معاك ما كانش هيئه الطرق والكباري اصلا. لا الحي المرج. فهو هنا المشكله ان الحي اتكلم او اداك مكان هو اصلا مش معاه عقود يمضيها ليك، عشان ده اختصاص الطرق والكباري، عشان ده اختصاص مؤسسه اخرى. مؤسسه اخرى. فهنا المشكله اللي حضرتك تقصد فيها ان في خلل في النص، اللي هو عدم التنسيق او عدم وضوح الامر. الله يبارك لك بشكل عام. الله يبارك لك. مظبوط. الله يبارك لك. فانت اللي بتطلبه هنا في الحته دي ايه هي بقى؟ ايه مطالب حضرتك في النقطه دي بس؟ بص يا فندم، اللي بطلبه، المكان اللي دخلناه الاولاني كان معمول له خريطه، وفي نسخه منها كانت في المحافظه ونسخه منها كانت في الحي، والعقودات نفس النظام كذلك. لذلك لما كان في بياع فينا بيتاخر عن دفع الرسوم كان بيرفع عليه قضيه ويعمل له حجز اداري. طب القضيه دي بترفعها عليه ويجيب عليها حجز، عليه حبس بشهر، ويدفعوا الغرامه ويدفعوا الشهريه المؤخره. طب انت بتجيب له نظام الشهر اللي جبت له حبس ده بناء عليه ان انت معاك مستند انا ماضي عليه، والمستند ده فيه بنود، انا خليت بند من البنود ديت انت بترفع عليه قضيه، ولذلك خدت حقك وجبت عليها شهر بناء عليه، بناء ما في عقد انا بيني وبينك. بقول له سيادتك اكتب لي عقد، يقول لي ما ينفعش اكتب لك عقد. ليه؟ قال انا ما املكش الارض عشان اكتب لك عقد بيها. طب ايه اللي يضمن لي ان انا قاعد في المكان ده؟ انا عايز مكان ثابت. ايوه، انا عايز مكان ثابت اكل فيه اكل عيش، مش عايز حد يجي يرازيني وحد يجي يمشيني. انا طبعا محافظه النهارده بتجيبني المشيني والمحافظه توديني عند الطرق والكباري. طب ممكن تيجي الطرق والكباري تمشيني، انا هروح فين؟ انا عايز اي مستند يثبت لي ان المكان ده ما حدش منه هيحركني منه نهائي. ده مكان اكل عيش ومصدر اكل عيش. مكان موقف الفيوم، اول باكيه في الموقف. وبعد كده ساعتك وحط الموقف وراي، باكيه ورا باكيه رحلهم، بحيث الزبون داخل ارزع من الزبون، كده الزبون هيخش الموقف. انما الزبون مش هيجيني، زبون طياره، بقول لك ده سوق خدمي بيخدم مجموعه مواقف، فزبون مش جاي مخصوص، ده زبون طياري. فكده الزبون هيخش الموقف يشتري، يعدي عليا ارزع منه. فساعتك انا عايز مستند رسمي يثبت لي حقي. انما عشان تحط هنا طرق والكباري وتشيلني من تنزعني من المحافظه وتنزعني من المحافظه وتحط تحت طرق والكباري، انا مش هينفع الكلام ده خالص. ممكن النهارده تدي بايجار رمزي للمكان ده، تيجي بعد كده طرق والكباري انت المكان ده عايزه ما فيش اي مشاكل. لا النهارده المكان ده بعد كده، لا بكره وبعده المكان ده بقى مثلا ب 10000 جنيه تجاريه. عاجبك ومش عاجبك توكل، هروح فين ساعتها؟ انا ما املكش، انا مش تابع حاليا اصلا. انت كده نزعت ملكيتي من المحافظه ورميتني في حجر مين؟ والطرق والكباري. طب انا هروح فين؟ احنا 1000 اسره بناكل عيش، ومعانا بيوت ومعانا عيال ومعانا عيال في مدارس ورزقنا يوم بيوم، هنروح فين؟ طيب يبقى ده حال المواطن او حال اهالي المرج او اغلب اهالي المهج، خصوصا بائعين سوق المرج. طبعا احنا لسه هنفضل متواصلين معاكم في المشكله، وهنعرض لكم بعد الفاصل فيديو كمان بيوضح المشكله اكتر، ولكن استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، ولا زلنا متواصلين وبنتكلم عن مشكله سوق المرج او البائعين اصحاب المحلات داخل سوق المرج. وطبعا احنا هنعرض لكم دلوقتي فيديو بيوضح المشكله بالصوره الحقيقيه. ده الجزء اللي قالوا عايزين نفضوه عشان نشتغل في المشروع، واحنا قلنا لهم امين، عشان احنا برضه عايزين المشروع يكمل، لا ضرر ولا ضرار. اهو محطة القطر اهي، محطة القطر اهي 23 يوليو. ده كل الاماكن اللي هم احتاجوا ان احنا نفضها لهم، فضناه بالفعل اهو. والجزء اللي هم قالوا احنا مش محتاجينه اللي هو فيه السوق اهو، الجزء اللي قالوا مش محتاجينه في السوق اهو. ده الجزء اللي قالوا احنا مش محتاجينه، جايين دلوقتي عايزين يزيلوه من غير ما يدونا بديل مناسب ومن غير ما يشطبوا لنا الكلام ده كله اهو. الصاج مقفول علينا من جوه اهو، قافلين الجزء اللي هم عايزينه كله اهو. وده السوق، ده السوق هم اهو، ادي الصاج اهو، الجزء المقفول اهوت عشان ما حدش يقول ان احنا معطلينهم، قفلنا لهم المكان. هحاول اصور لكم من جوه اهو، ادي المكان فاضي اهو، المكان اللي هم عايزينه فاضي اهو عشان ما يقولوش ان احنا معطلينهم. وده الجزء اللي هم سمحوا لنا ان هو يفضل موجود لغايه ما يخلصوا مشروعهم
ويرجعونا تاني. ده السوق سوق محترم وسوق منظم من حي المرج، وبندفع له كل القيمة الأجرية الشهرية كل شهر ومنتظمين، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنعطل المشروع. احنا حبينا نصور عشان يبقى الكلام على ارض الواقع. الجزء الفاضي اهو، مش معطلينهم في اي شيء، شغالين ومية مية. وزي ما شفنا طبعا تعقيبا على الفيديو اللي احنا شفناه ده، المنظر والصورة الطبيعية الحقيقية لسوق المرج. طبعا الواضح جدا ان هو الناس هناك متعاونة، ما عندهاش مشكلة خالص في إقامة المشروع. هي كل القصة ان الدنيا والأمور مش واضحة، وان في بعض التنسيق مش موجود شوية. فلذلك طبعا احنا دلوقتي بما اننا في منصة قوية، قناة الصحة وجمال، فاحنا حابين نعرف برضو مطالبكم اللي انتوا طالبينها ايه. بص يا فندم، احنا مطالبنا ان احنا نعيش بالحلال في مكان امن، مش عايزين نرجع تاني نقف في الشارع والحي يطاردنا ونعمل اعاقة للشارع في الحركة المرورية. كل اللي طالبينه ان احنا ناكل عيش بالحلال والدولة تساعدنا في كده. احنا ما عندناش مشكلة ندفع القيمة اللي هيقولوا عليها القيمة الإيجارية. عايزين يخلونا في مكاننا زي ما سعادتك الفيديو كده بموضح ان احنا كده المشروع شغال والتطورات شغالة، واحنا مع التطورات واحنا مع الدولة. وهم هيخلصوا مشروعهم، بعد ما يخلصوا المشروع ويعملوا لنا سوق حضاري يليق بالتطورات ومع الجمهورية الخدمات والجمهورية الجديدة، احنا موجودين وتحت امرهم ومن ايدهم دي لايدهم دي، بس ما نتضرش في اكل عيشنا. ده كل طلبنا. طيب الحاج ابراهيم. والله احنا ما طالبين حاجه الا نعيش بالستر، اقسم بالله العلي العظيم احنا ما طالبين حاجه الا نعيش مستورين. يا ريت انا بناشد المسؤولين في البلد يخلوا بالهم معانا. احنا مش طالبين حاجه مستحيله، انتوا سندونا 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 سندونا، والله ما طالبين اكتر من كده. طيب استاذ احمد، ايه اهم المطالب الاساسيه اللي حابب توجهها للساده المسؤولين؟ اهم المطالب سيادتك اوجه رسالتي للساده المسؤولين. سيادتك بيه، احنا يعني عايزين مكان يكون ثابت. يعني الواحد دلوقتي حاليا سني كبر، انا ليا 20 سنه النهارده في المرج، ما عنديش استعداد ان اقف في الشارع تاني ويرمح ورايا ضابط البلديه ولا ياخدني ضابط اسمه، ده مش عندي استعداد لكده. معايا ابن كبير، ازاي ابني يشوفني ضابط البلديه واخدني قدامك المنظر ازاي يعني؟ كرامته ومكانته ما يسمحليش تشتغل بشكل مقنن وشكل كويس وشكل محترم ومكان ثابت وبالقيمه الاجراميه اللي انت تحوش اللي تقول عليها، وزاد يكون في نفس الوقت يكون مكان متحضر يمشي مع المكان، مكان مقفل بالقيمه الايجاريه اللي انت حددتها. انا اولى باي حاجه. انا بايع المرج الجديده ليا 20 سنه النهارده في المرج من 2002، فعانيت كتير وتعبنا كتير عبنا ما خدنا المكان ده ودخلنا فيه. حتى ما دخلنا فيه سيادتك تعبنا عبنا مربى الزبون جه خدنا بتاع 3 سنين. طب ايه اهم المطالب يعني اللي حابب تطلبها؟ عايزين سوق حضاري سيادتك يليق بالمكان، بكميه المحلات بعدد البائعين وال 215 سيادتك بالقيمه الايجاريه اللي حددها للحي. مش مقتنعين في قيمه الايجاريه نهائي. احنا نقول الحي احنا من دي مش هنتاخر في اي حاجه. اي مبالغ بيطلبها الحي وتطلبها الدوله بندفعها. انتوا ملتزمين في الدفاع بشهر ما فيش اي مشاكل، بس عايز مكان ثابت يأمن لي، ما يجيش بعد كده وزير او ضابط بلديه او طرق وكباري تمشيه مش عايز امشي، هروح فين؟ مكان ثابت غير رسمي اكل فيه عيش مدى حياتي وشكرا بقى على كده. ده مطلب الوحيد. حابب تقول حاجه؟ والله انا حابب يا فندم اضيف ان احنا ما دام المشروع شغال وما فيش اعاقه نفضل موجودين في مكاننا بعد ما يخلصوا المشروع بتاعهم. ده اقتراح يعني؟ اقتراح. تمام. بعد ما يخلصوا المشروع بتاعهم على خير ينظمونا بالشكل اللي هم عايزينه. انا عارف ان دلوقتي ما ينفعش، احنا السوق بتاعنا على فكره من فوق اللي بيشوفوا هو سوق يعتبر عشوائي، ولكن من جوه في السوق حتى في الصوره اللي في الفيديو منظم جدا ومحترم جدا وامن، والزبون بيخش بيلاقي حاجته بيلاقي طلبه بالظبط. اي زبون طبعا احنا زبايننا كلها زباين محافظات، لان في المرج اكتر من موقف، فالزبون بيخش المكان قريب عليه بياخد حاجته وبيتوكل على الله، واخد بالك، في مكان محترم. فلو المكان في الشكل العام مش جاي الوقت ده ما ينفعش الشكل ده، انا عارف ان الشكل ده حاليا ما ينفعش مع التطورات اللي بتحصل،
خصوصا ان احنا عارفين ان المرج هتبقى حاجه محترمه اكتر، والمسؤولين عايزين الكلام ده. احنا بنساعدهم في كده ومعاهم في كده ومبسوطين بكده، علشان ولادنا برضه هيطلعوا في جو محترم. فنستأذنهم ان هم يسيبونا موجودين في مكاننا، ناكل عيش في مكاننا، واخد بال سعادتك، لغايه اما يخلصوا ويعملوا الشكل اللي هم عايزينه. اذا كانت الدوله هتعمل لنا خير، مش هتعمل لنا حتى لو احنا هنستلف ونعمل على حسابنا، مع ان والله ده مش في امكاننا حاليا، علشان احنا لما طلعوا لنا الجزء اللي موجود طلعوه بره كلفنا والله كل باكيه 2.5 متر في 2.5 متر اتكلفت 30,000 جنيه. عايز اقول لسعادتك لغايه النهارده احنا ممكن ما نكون ما لميناش ال 30,000 جنيه دي، فما تحملوش علينا اكتر من كده. طيب لكن انا معلش هقطع سعادتك، اتفضل. لو هم هيسيبونا في المكان دوت واحنا عارفين ومحافظه القاهره يعني مشكوره، والناس اللي تعاونت معانا في الاول مشكوره وبنشكرهم من خلال برنامج سعادتك، لو هم هيسيبونا في المكان دوت فاحنا عارفين ان احنا هنفضل موجودين، فهنكلف واحنا قلبنا تقيل. لو هنبيع حاجات من عندنا، لو هنبيع الشقق بتاعتنا، ان احنا نكلف في مكان امن، في مكان هناكل فيه عيش. يعتبر احنا بنشطب النهارده، انا لو خدت محل بره هصرف عليه كتير. مظبوط، صح. طيب احنا كده بنوجه نداء ورساله طبعا لكل الساده المسؤولين وكل الجهات المسؤوله والمختصه، انه يعيدوا النظر في الموضوع او المشكله دي. الناس هنا داعمين جدا لكل افكار الدوله ولكل المشاريع، لان هم اهل المكان واهل المنطقه، وهم اول ناس هيستفيدوا من الخدمات دي. ولكن هي كل القصه محتاجين تنسيق، محتاجين يعرفوا راسهم من رجلهم، محتاجين بس حد يحتويهم، يتواصل معاهم، يقول لهم الدنيا هتمشي ازاي، وبرضو حد يكون ياخذ بيهم بود وبحب ويراعي مصالحهم، ما يودهمش في مكان ما يقدروش ياخدوا او ياكلوا منه عيش. احنا الفكره هنا او المشكله هنا هي مفيش مشكله تقريبا، هي كل القصه ان هم محتاجين بس يقعدوا مع حد يتواصل معاهم ويكلمهم ويعرفهم الدنيا هتمشي ازاي، ومطالبهم زي ما انتم شفتوا سهله وبسيطه جدا. فاحنا بنكرر تاني وبنوجه النداء ورساله عاجله للمسؤولين انه يعيدوا النظر للمشكله دي. وقبل ما انا اشكر الساده المسؤولين وقبل ما اشكر الجهات المختصه، هم الناس شكروهم. وطبعا اجندتنا ما بتنتهيش من الاحداث، ولكن استنونا في حلقه جديده.